نهار اسود. ايوب، ايوب رد عليا يا ايوب، ايوب. الحمد لله على السلامة يا أيوب. قدر ولطف يا سيدي. الله يسلمك يا دكتور. هو إيه اللي حصل؟ تاني يا دكتور، وانا قلت لك اللي حصل. انا دخت ووقعت على سن الرخامه المكسوره. رخامة الحمام بقى هي اللي دشملت وشك كده. انت تستهبل يالا. ولا بقول لك ايه، احنا مش في الحاره هنا، السجن هنا ليه كبير، احسن تفكر انك هتقلبها خناقه. خناقه ايه يا باشا بس اللي انا هعملها؟ زي ما قلت لساعتك انا وقعت على سن الرخامه المكسوره. بس انا عارف ان دي مش سن الرخامه. وانا عارف انك عارف انها مش سن الرخامه المكسوره. بس ابوس ايدك، ابوس ايدك مشيها. انا تعبت يا باشا، مش ناقص مشاكل. لولا المسجون اللي اسمه باريزة كان الصفى دمك يا أخي، ده أنت ما انتش ناقص. ربنا لسه كاتب لي عمر عشان اخد على دماغي. عموما تقدر ترجع الزنزانة، وأنا صرفت لك علاج فيروس سي، وتبقى تجيلي كل فترة كده أغير لك على الجرح. كتر خيرك يا دكتور. خش يا ايوب. كل واحد يقف قدام سريره، في تفتيش. فتشوا العنبر لما اشوف مين ابن الجزمه اللي معاه المطوه. مطوه؟ مطوه ايه يا باشا؟ انا عنبر نضيف ولا العصفوره قالت لك حاجه غلط؟ اخرس يالا.